بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات المزاجنجي. وطبعا يعني قبل ما نبدا كل ده ما ننساش طبعا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، وبرضه ندعي لشهداء غزه وشهداء لبنان، ربنا يا رب ينصرهم على من يعاديهم ويثبتهم. طبعا نتكلم اول حاجه على منتخب مصر. طبعا المباراه اللي لعبها امس امام منتخب موريتانيا، ومع كل الاحترام والتقدير فوز معنوي، لكن يعني فنيا مفيش. يعني هو فعلا جمله هدف جميل الصراحه لتريزيجيه، هو كان وسط الزحمه، لكن فعلا يعني كرة جميله جدا. طبعا هدف تاني من تمريره حلوه برضو، اسيست طبعا للعيب اللي بيتحارب من اول ما راح منتخب مصر، وهو محمد حمدي لمحمد صلاح. وطبعا محمد صلاح يعني كالعاده ما بينساش الاحتفال بتاعه. طبعا بنقول مبروك لمنتخب مصر، لكن برضو الاداء يعني مش تمام شويه. وطبعا كله بسبب حسام حسن اللي فعلا ظلم ناس كتير، على راسهم عمر كمال عبد الواحد لاعب الاهلي، وعمر جابر اللي هو بقاله بتاع كام سنه ما بيروحش لغايه دلوقتي، حتى في عز تألقه مع نادي الزمالك ما بيروحش. طبعا كمان بنبارك للمنتخب العراقي اسود الرافدين بالفوز على المنتخب الفلسطيني الوطني بهدف طبعا للنجم الكبير ايمن حسين، وهو طبعا الخليفه المعروف طبعا ليونس محمود. طبعا يعني مفاجاه طبعا لاخواتنا العراقيين. باذن الله هنعمل قصه يونس محمود باذن الله، هنكتبها على المنتدى بتاع القناه النهارده او بكره بالكتير. مبروك لمنتخب العراق، طبعا ملوك اسود الرافدين، ملوك اسيا 2007، ان شاء الله يرجعوا تاني. كمان شمشون كوريا بيفوز على الاردن بهدفين مقابل لا شيء، وطبعا بينتقم الاردن من اللي حصل في الايسي اللي فات او بطوله اسيا اللي فاتت. طبعا بقى هنرد بقى على محمد عراقي وكم التصريحات برضو اللي ما بيتعلموش منها. طبعا محمد عراقي بيقول لك طبعا بعد حوار بنتايك والكلام ده. وطبعا احنا قلنا حوار بنتايك ده فرقعه اعلاميه ملهاش اي لازمه. طبعا هو بيقول لك ان كاس السوبر المفروض يتحول من الزمالك للاهلي. طب يا عم انا هوافقك، يا ترى هنحوله فودافون كاش؟ دي اول حاجه. بجد يا محمد عراقي انت انسان مريض، نفسي اعرف مين اللي جابك، او مين اللي بيقول لك انت بتفهم. دي حاجه. طبعا نتكلم بقى على احمد بلال اللي برضه ما بيتعلمش، واللي برضه بجد والله العظيم يعني الزمالك تعبه من صغره. طبعا بيقول لك ان الزمالك بيفوز كل فوز 30 سنه وممكن ياخدوا الكاس معاهم الامارات. يا عم طب الكلام ده طب يعني انت ما بتتعلمش برضه السوبر اللي فات قلت المفروض ما يسافروش ولو شاطوا كرة في العارضه وربنا كرم الزمالك، برضه ما بتتعلمش. طبعا كمان غير طبعا المشادات اللي بينه وبين كابتن شريف اكرامي. هنشوف طبعا الاحداث الجايه. طبعا بقى نختمها بالرد طبعا على حوار اعظم قلعه رياضيه في مصر. يا جماعه يعني هو طبعا فريق نادي الزمالك فريق كبير وكل حاجه، لكن يعني اعظم قلعه رياضيه طبعا دي حاجه. يعني الراجل بيحب فريقه وشايف فريقه ناجح. طب مع كل الاحترام لاخواتي الاهلاويه، ما هو الاهلي، طب ما الاهلي قال على نفسه فوق الجميع واعظم نادي في الكون واسياد المجره واسياد القاره. نادي الترجي قال على نفسه غول افريقيا، الاتحاد سيد البلد، الاسماعيلي برازيلي. يعني بجد والله يا المضحك ان اعلامنا المحايد هو برضه اللي شعللها زياده. بجد والله اتمنى يا رب يعني نخلص بقى من الحدوته بتاع من الحواديت اللي احنا فعلا بيصنعوها لنا دلوقتي. طبعا يعني اتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم، واتمنى يا رب طبعا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. حافظ الله فلسطين. السلام عليكم.